الفيديو اللي فات قلت لك على واحده من اهم ادوات الستوري تيلينج اللي تقدر تستخدمها انك انت تقدر تكتب بشكل احسن وانك انت تحكي قصتك بشكل افضل. بس في الفيديو ده انا جايب لك تطبيق عملي على فيلم كلنا عارفينه، هو فيلم الارهاب والكباب للاستاذ عادل امام والاستاذ كان الله يرحمه وحيد حامد والاستاذ شريف عرفة. يلا بينا نطبق الستوري سيركل على فيلم الارهاب والكباب. اول حاجه ان البطل في الكونفيرت زون بتاعه، ودي المرحله اللي بنتعرف فيها على البطل ان هو كان عادل امام كان بيشيل عيش وبيشتغل في كاشير وبيروح يصحي مراته عليها 18 بطانيه، وبعد كده في الاخر بنعرف ان هو واولاده ان هو عايز لهم ورقهم من المدرسه. رقم اتنين، فهو كده باين ان هو عايز حاجه من الحكومه. رقم ثلاثة، بيلاقي نفسه في موقف غير مألوف، وده في الحدث المحفز لما بيحصل بينه وبين موظف في المجمع مشكلة والناس بتعتبره إرهابي بسوء تفاهم إلى حد ما. رقم أربعة، هو بيتأقلم على الموقف الجديد اللي هو فيه وبيلاقي ناس بتساعده زي اشرف عبد الباقي ويسرى واحمد راتب، وبيبعتوا له جهاز لاسلكي وخلاص بيتعامل ان هو خلاص بقى تأقلم على الموقف بشكل كبير. رقم خمسة، بياخد حاجة كان عايزها وهي ان الحكومة استجابت له وبعتت له كباب وكفتة. رقم ستة، بيدفع تمن باهظ جدا ان هو اتقال عليه في التلفزيون ان هو مختل عقليا. رقم سبعة، بيرجع لموقف مألوف وهو ان طلب حاجة من الحكومة والحكومة رفضتها وده كان العادي بتاعه. رقم 8، بيخرج من المجمع بعد ما بيتغير كشخص. هو يعني الشخص اللي دخل المجمع هو غير الشخص اللي خرج منه، اتعلم حاجات وفهم حاجات وحس بتجربة معينة وخرج منها بطريقة يعني اللي هو ما اتمسكش على الأقل يعني، فهو ما خسرش قوي بس هو اتغير كشخص. فزي ما شفنا الستوري سيركل ازاي نقدر نستخدمها في ان احنا نكتب فيها فيلم او نكتب بيها سكتش او نحكي بيها موقف صغير او نعمل بيها اي حاجه. فلو انت كاتب سيناريو او كاتب محتوى او انك انت مهتم بمجال الكتابه بشكل عام، اعمل فولو وسيف الفيديو عشان هتحتاجه قدام، واشوفكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. سلام.